لأن كنا على نفس الرابط. بعض الطالبات لا يفهمنا أول مرة يدرسنا على زوم. أهلا أستاذتي. هيا نبدأ. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على خير رسول الله. اليوم إن شاء الله نستمر درسنا الأول من متن تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن للشيخ العلامة الجمزوري. اليوم إن شاء الله سندرس ترجمة الشيخ الجمزوري والشيخ المهي. تمام. طبعا نحن ندرس في نور أكاديمي. هذه أكاديمية نور أكاديمي تعليم اللغة العربية والقرآن الكريم والتجويد للناطقين بغيره. أولا، من هو الشيخ الجمزوري؟ ترجمة الشيخ سليمان الجمزوري. ترجمة الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله. ترجمة من الفارة. آه، آه، Jamzuri o'zi kim bo'lganlar, ya'ni ularni tarjima hollari, ya'ni ularni ism shariflari Shayx Sulaymon al-Jamzuriy rahimahulloh. Ya'ni bugun أولا darsimizda u اسمه kishini tug'ilgan yillari va ismlarini to'liq nimaga unaqa Jamzuriy deb nomlanganlari haqida ustozimiz gapirib beradilar. نعم، اسمه Tafaddali. ومولده. اسمه سليمان ابن حسين ابن محمد ابن شلبي الجمزوري. اسمه سليمان ابن حسين ابن محمد ابن شلبي الجمزوري. شهرته يعني مشهور بين الناس، الشهير بالأفندي. تمام، مشهور بالأفندي. يبقى الشيخ سليمان الجمزوري لقبه الجمزوري، شهرته الأفندي. تفضل يا حبيبتي. ismlari Sulaymon ibn Husayn ibn Muhammad ibn Shalabiy al-Jamzuriy, ya'ni mashhur laqablari al-Afandi, ya'ni نعم ko'proq al-Afandi deb tanilganlar. نعم. وسمي بالجمزوري. لماذا سمي بالجمزوري؟ نسبة إلى جمزور. جمزور هي بلدة أبيه، يعني بلد أبوه في إقليم المنوفية بجمهورية مصر العربية. يعني مصر ده، منوفية شهر ده بير محافظة اسمها جمزور، لذلك لقب بالجمزوري، مثل بخاري، ترمذي، هكذا. Al-Jamzuriy deb ham atalganlar. Bu uning Misr Arab Respublikasidagi Manufiya viloyatiga nisbat berilgan, ya'ni ota shaharlariga nisbat berilgan. نعم. ولد في ربيع الأول سنة 60 بعد 100. يعني 160، لا نعرف كم، 60، 61، 62، 63، لا نعلم. بعد وألف بعد الهجرة، يعني 1100 يقولون. يعني أنا درست 1163، درست هكذا هجريا. حسنا، هذا وقت ميلادهم. Tug'ilgan yillari, ya'ni hijriy Rabiul avval oyida, lekin yillari aniq berilmagan ekan. Ba'zi manbalarda 1160-yil deyilsa, ba'zi manbalarda 63-yil deb berilgan ekan. نعم. الكندي شيخ أو كندي عالم بيقول شيخ مهي. شيخ مهي من هو؟ شيخ مهي كيم
شيخ مهي أستاذ الجمزوري، أستاذه شيخه. شيخ مهي اسمه نور الدين علي ابن عمر ابن حمد ابن عمر ابن ناجي ابن فنيش المشهور بالمهي. يعني يكفي يتر نور الدين علي ابن عمر المهي يتر. تمام. Ikkinchi shayx ismlari Mihi, ya'ni Mihi kim? Mihi Jamzuriyni ustozlari bo'lganlar. To'liq ismlari Shayx Nuriddin Ali ibn Umar ibn Hamad ibn Umar ibn Noji ibn Funaysh Mihi. Ya'ni muallif bu kishidan qiroat va tajvid ilmlarini o'rganganlar. نعم. ولد سنة 1139 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيريوز أوتوز دكوز هجرية. وتوفي سنة 1204 بيرمين إكيوز دورت، وفاة مش يعني مات. تمام. اشتغل بالعلم مدة بالجامع الأزهر، يعني الشيخ مهي أصلا كان أستاذ في الجامع الأزهر، في جامع الأزهر، يعني كان يعمل أستاذا داخل جامع الأزهر. تمام. ثم بعد ذلك رحل، يعني ذهب إلى بلده المسمى طنطا، وصار يعلم الناس القراءات والتجويد والقرآن، وهناك درس معه الشيخ الجمزوري علم التجويد. تفضل يا حبيبي. Shayx Mihi hijriy 1139-yilda tug'ilganlar va hijriy 1204-yilda vafot etganlar. U Al-Azhar masjidida ko'p muddat ilm bilan mashg'ul bo'lib, keyin hozirgi Tanta shahriga ko'chganlar. U yerda qiroat va tajvidni ya'ni odamlar bilan ya'ni odamlarga o'rgatganlar. Ya'ni u kishi mashhur bo'lgan Shayx al-Jamzuriyni ustozlari bo'lganlar. إن شاء الله نحن سندرس في هذا النظم بمتن ده سندرس علم التجويد. ما هو علم التجويد؟ تجويد علم نما. ما هو علم التجويد؟ علم التجويد هو قراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة مثل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تجويد علم نما تجويد قرآن كريم دورو أكش حضرت محمد أكش جبا، نقرأ القرآن كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. فوائد علم التجويد. لماذا نتعلم علم التجويد؟ نحن مسلمون، لماذا نتعلم علم التجويد؟ واحد، بير قراءة القرآن بطريقة صحيحة دورو، يا قرآن كريم قرآن عظيم دورو أكش. إكي حماية اللسان من الخطأ. لا أستطيع ترجمة هذا الفرق. Bu manzumada biz tajvid ilmini o'rganamiz. Tajvid ilmi bu Qur'on ilmidir. Ya'ni tajvid ilmini nimaga o'rganish kerak deyilsa, ya'ni Qur'onni to'g'ri o'qish, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qanaqa o'rgatgan bo'lsalar, xuddi shunaqa holat, ya'ni darajada o'qishni o'rganish uchun tajvid ilmini o'rganamiz. Endi tajvid ilmini foydalariga kelsak, tajvid ilmini foydalari: birinchisi Qur'onni to'g'ri va chiroyli o'qish, ikkinchisi tilni xatolardan saqlash, uchinchisi harflarning chiqish joylarini, ya'ni maxrajlarini va sifatlarini bilish. تمام. تفضلي. يبقى حماية اللسان من الخطأ، معرفة مخارج الحروف وصفاتها. حسنا، اتفقنا؟ هذا كان درسنا اليوم. شكرا جزيلا. تعلمنا